واحد السلام عليكم الاخوه الاعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتي المنبوذو. المهم الاخوه الاعزاء، كما شاهدتم في عنوان هذا الفيديو غادي نديرو لكم واحد ردة فعل على داكشي اللي واقع لإلياس المالكي حاليا. المهم إلياس المالكي راكم عارفين بانه متابع في قضيته الثانيه. في الاول كانوا متابعينه بسبب انه اعتدى على محمد البرقادي وضرب فيها 8 شهور ديال الحبس، والآن يتابع بسبب شتمه للأمازيغ. المهم الحاجة اللي خلاتني ندير هاد ردة الفعل هادي، بما أن هاد لاشين هادي هي متعلقة بالراب، يعني بالرغم أني في لي ريز كنبدا نخلط شي شوية، ولكن لي فيديو إلا شفتو في لي فيديو غتلقاو واحد 99% ديال لي فيديو كلهم على الراب. المهم من بين الرواب اللي شفت انايا في لي فيديو انهم كيدافعوا على إلياس المالكي، كاين مورو وكاين طوطو وكاين حليوه، ولكن هما كاملين عندهم نفس الرأي على ان إلياس المالكي بما انه راه طلع مع بيكي وغادي يمشي يلعب واحد البطولة عالمية مع جيرارد بيكي اللي هو واحد من النجوم العالمية اللي لعب مع برشلونة ايامات برشلونة. قالوا بما انه هو مشهور لهاد الدرجة هادي وغادي يلعب واحد البطولة عالمية، يعني الناس ما حملوش وكيقلبوا منين يشدوه. من واحد الناحية راني متفق مع هادو كاملين على ان المغاربة فينا واحد الديفو، هي اننا بنادم منين تنشوفو غادي مزيان كنديرو عين ميكا ما كنتسوقوش ليه، ولكن ملي كيزبلها كلنا كنوضو نهضرو وكلشي كيولي متخلق، كلشي كيفهم في الدين، كلشي كيطلق العنان لديك الموعظة اللي عنده. غير اللي خاصكم تعرفوا بان هاد القضية هادي كتشبه لنوعين ما القضية ديال الشر زيدي كبئتي ديال يوس 45. القاسم المشترك بيناتهم أن الجمعية هي التي رفعت دعوة. في الأول كانت الجمعية ديال ما تقيش ولدي اللي كتحمي القاصرين والأطفال هي اللي رفعت دعوة على الرابور يوس 45 وعلى أمين من غراف بسبب ديك الأغنية ديال شر زيدك بيئتي. ودابا عاوتاني جمعية واحدة أخرى رفعت دعوة على إلياس المالكي. هذه الجمعية هذه يعني كتدافع على الأمازيغ، وبما ان إلياس المالكي زلق في واحد الجمله قال الشلح كيبقى غا شلح، هاد الجمعيه رفعت دعوه والمحكمه والقانون المغربي خدا هادشي بعين الاعتبار ديال ان هذيك عباره عن اهانه. وانا شخصيا ضد هاد القضيه هادي زعما ديال اهانه إلياس المالكي للامازيغ، بما اني انا امازيغي ابا عن جد، ماشي زعما كنت مستعرب وزعما في التالي اعترفت بالامازيغيه ديالي، ولكن ابا عن جد. يعني لا سيور خص امازيغ زيما ما كدبابه الصوف غير شان تغنى تسمي خاص نمشي ندامازيغيه كيخ دي سمقر خدي ربي خرز مخلينو دي بنطاطو ديما مالك غريخه كد ايوب كد الحسنه كد يونس كد سفيان ورا خربيه كيتسان سوخت شيخه كيتسان. المهم دابا المشكله راه ما كيتحملهاش غير إلياس المالكي بوحدو، ولكن كيتحملها حتى الناس اللي كيتابعوه، حيت غالبا إلياس المالكي منين كيدير شي ستريم كيديروا لايف، داك اللايف التالي كيمسحوا الا كان مثلا نحطو في لاشين يوتيوب حيت عارف داكشي فيه حقوق الطبع والنشر الى اخره، وداك ستريم كيتمسح، يعني داك ستريم كيتعاش غير في ديك اللحظه. شنو كينوضوا يديروا بزاف ديال صناع المختاره، صناع المختاره كيريكورديو داك ستريم وفي التالي كيبداو يحطوه في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب الى اخره. وديك الهضره ديال إلياس المالكي كتبقى لاصقه ما كتحايدش. وإلا جينا نشوفوا مثلا السبب غير المباشر اللي خلى إلياس المالكي يتابع، غادي تلقى لي فان ديالو هما اللي غرقوه، حيت هما مثلا شافوه زلق في واحد الجمله وبارطاجاو ديك الجمله، وفي التالي منين رفعوا دعوه على إلياس المالكي ناضوا هادوك كيهضروا لا واه كدا إلياس المالكي جاب لينا العز وجاب لكم العز، ولكن نتوما ما عرفتوش تخدموا عقلكم شي شويه وتمحيو داكشي اللي كيزلق فيه إلياس المالكي. نتوما بارطاجيتو داكشي من بعد ولا عباره عن طرولات. يعني هاد الجمله هذه بما ان إلياس المالكي مؤثر، يعني مؤثر على العقول ديال الاطفال والمراهقين، يعني دوك المراهقين كيبقاو غاديين بهاد الجمله هذه، وين فوا مثلا قالها إلياس المالكي اذا غتلقى المراهقين في الزنقه تيبقاو يسبوا بعضياتهم هاد القضيه هذه. مثلا واحد امازيغي غادي يجيو شي وحدين مستعربين ولا عرب غادي يقولوا له واش الشلح كيبقى غا شلح،
فكانتم ممكن تسبوا لذاك الانسان الامازيغي بواحد الصدمات نفسيه الى اخره، خصوصا الا كان الامازيغي الوحيد اللي عايش بين الناس اللي كينسبوا راسهم من العرب. وزيد عليها هاد الجمله هادي كتساهم في التقسيم ديال المغاربه، يعني كما قال مورو، وقالها بواحد الصيغه ولكن انا عندي واحد التحليل بواحد الصيغه واحده اخرى. غنوليو هذا شلح، هذا عربي، هذا عريبان وغاديه. وهاد القضيه ما مزياناش، وهي غير كتساهم في العنصريه وداك الحقد اللي كيكبر بين المغاربه. هذا عروبي، هذا شمالي، هذا جاي من الداخل، هذا شلح، وهذا راه ما بلان ما والو. يعني الدول الراقيه راه هي الدول المتعايشه. الا جينا نشوفو ميريكان مثلا، علاش هي النمبر وان؟ حيت هي عندها شعب متعايش. كي السود اللي جايين من افريقيا، كي دوك الاسيويين اللي جاو زمان من اسيا، كي الاوروبيين اللي جاو من بريطانيا، بالتالي شكلوا واحد الدوله سموها امريكا. حيت امريكا كانت غير خاويه، كانوا ساكنين فيها الهنود الحمر. من بعد دابا ولات عندهم هما اقصى عقوبه كاع يقدر يتحاكم عليها بنادم هي العنصريه. مثلا بيض يمشي يسب واحد اسود مثلا، لا مثلا واحد يسب مثلا واحد الاسيوي بعينيه الى اخره، هما راه كلهم ميريكانيين. وفي هذه ما كنتفقش مع دوك لي رابور اللي خرجوا قال لك نعم سيدي لا راه داكشي عادي وما عادي وما عادي، ودوك الدول الاخرين فايتيننا حيت داكشي عندهم عادي. لا لا خي ديالي، ما عاديش عندهم، هما فايتيننا حيت ما عاديش عندهم. يعني اخر حاجه خصك تقولها هي انك تلفظ واحد اللفظ عنصري تجاه ناس اخرين. واصلا غير هاد الكلمه ديال الشلح راه كلمه ماشي حتى تما. يعني الامازيغ كان سميتهم امازيغ، جاو العرب سموهم البربر، وقال لك نعم سيدي من بعد راه البربر كتعني امازيغي، وبربر وحده اخرى كتعني الهمجي المتوحش. يعني بحال قسموا الكلمه لجوج معاني، وهي راه تقريبا جايه من نفس المصدر، غير هما باش يغطيو على داك الديفو ديالهم داروا لها جوج معاني. قال لك البربري هو الامازيغي، والبربري هو الانسان المتوحش. عاوتاني الفرنسيين حتى هما داروا داك البلان، قسموا هاد الكلمه لجوج معاني، باغ اي بيغ. باغ كيقول لك الانسان المتوحش، وبيغ كتعني الانسان الامازيغي. لكن هذا راه ما بلان ما توزع، هي راه نفس الكلمه، خاص يكون المعنى الوحيد ديالها هو الانسان المتوحش. ما ديك القوالب ديال اللغه نشدو جوج كلمات نديروا لهم جناس تامله وهما كيشبهوا البعضيات، ومن هاد القضيه ما كايناش. من بعد هاد العرب هادو فاش ولات اللغه ديالهم كتبدل، هاد التجانس اللي وقع بين الامازيغ والعرب، والامازيغ مثلا خداو واحد النسبه كبيره من الكلمات من شبه الجزيره العربيه ولاو كيوظفوهم في الدارجه. ناضوا نعم سيدي عاوتاني سماو دوك الامازيغ اللي عايشين في الجبال بالشلوح. والشلح تقريبا راه عندها نفس المعنى ديال كلمه بربري، يعني واحد اللفظ غير لائق، سواء لا شلح لا بربري. ممكن الياس المالكي تحاسب غير على هاد الكلمه ديال الشلح. مثلا ديك الجمعيه غادي تستدعيه تقول ليه احنا امازيغ اصلا، علاش قلتي لنا الشلوح؟ هادي راه بحد ذاتها مونتيف. ممكن التحول ديال كلمه امازيغ لكلمه شلح اللي خدا الياس المالكي يعني بواحد العفويه وبواحد النيه هي تكون السبب الرئيسي. يعني غادي يقولوا له كون قلتي الامازيغي كيبقى امازيغي غادي دوز عادي، ولكن حين قلتي الشلح كيبقى غير شلح شويه جات قاصحه. واحد النقطه ثانيه بغيت نشير ليها هي ان القانون المغربي فيه ثغرات. يعني القانون داير بحال شي سيت الكترونيك كيتهاكا حتى هو. حيت الا جينا نشوفوا القانون المغربي كيفاش خدام، يعني انسان في السوشيال ميديا ممكن يدير اي حاجه. تلقى وحده مثلا من صحابات روتيني اليومي كتبين المؤخره ديالها وعادي ما كاين مشكل، وكدير دوك الحركات غير الاخلاقيه بالرغم من اننا حنايا مغطيين بداك الزيف ديال دوله اسلاميه وعادي. شنو اللي كيخلي القانون يتابع هاد الناس هادو؟ راه ماشي زعما قانون غا منو راسو بنادم تينوض الشرطه طق كتحبس بنادم. السبب هو رفع الدعوه القضائيه. راه ممكن بنادم مثلا تهضر عليه وتذكر السميه ديالو في شي فيديو، ممكن يتابعك قضائيا ويغرقك في الحبس.
ويكون انسان عادي. فما بالك هذا الانسان هذا يكون مثلا رئيس جمعيه ولا كينتمي لشي جمعيه مثلا، كتدافع على شي لعبه انت جيتي ضدها، ولا مثلا درتي لها اهانه لشي حاجه كتدافع عليها هي، مثلا بحال جمعيه د الامازيغ كتدافع على الامازيغيه، ولا مثلا شرزي ديك بيئتي جمعيه كتهتم بالاطفال والقاصرات، ناض ترفع الدعوه على يوسف 45 وامين مينغراف حيت سب القاصرات. وديك الدعوه القضائيه ديال الجمعيات كتكون مقبوله في القضاء اكثر من الدعوه القضائيه ديال انسان عادي. دابا المشكله اين تكمن؟ تكمن في ان هاد الجمعيات هادو اغلبيه فيهم ما كيخدموش بضمير مهني، ما عندهمش زعما ديك القضيه ديال كنخدموا في سبيل الله، كنحميو القاصرات في سبيل الله، داكشي على قبل الوطن الى اخره. ولكن الاغلبيه فيهم كتكون عندهم واحد المصالح شخصيه. مثلا دابا هما منين رفعوا دعوه قضائيه على الياس المالكي، وما عارفين الياس المالكي وصل لواحد النيفو ديال الشهره، يعني وباش يحاولوا مثلا هما اصلا يتشهروا حتى هما ويبانوا ويضيع الصيت ديالهم ويستافدوا من الدعم اللي كتعطيه لهم الدوله، خاصهم يشدوا في شي واحد مشهور بحال الياس المالكي. ممكن كاع من بعد يوليو كيتفاوضوا مع الياس المالكي، تلقى المحامي ديال الياس المالكي ولا شي ناس من الياس المالكي غاديين لديك الجمعيه هازين معاهم واحد 10 ديال البريكات يعطيوها لهم غير باش يتنازلوا على ديك الدعوه القضائيه. بغض النظر على هذه الجمعيه واش امازيغيه ماشي امازيغيه، ديال الاطفال ماشي الاطفال، والهدف ديالهم هو اثاره الراي العام. ولكن شنو المشكل اللي كاين في القانون؟ هو ما كياخذش بعين الاعتبار ان ديك القضيه قضيه راي عام، يعني كيهضر عليها كل شيء ولا كتهم واحد الفئه، لكن هو كياخذ بعين الاعتبار ان ديك الجمعيه دايره بحال انسان عادي مشى رافع دعوه قضائيه ومن حقه يتنازل عليها. ولكن في شي دول راقيه مثلا كانت القضيه قضيه راي عام، ممكن ماشي حتى الجمعيه اللي غترفع دعوه قضائيه، ولكن داك الانسان راه الدوله الحكومه المحكمه غيستدعيه مباشره، حيت عندهم اجهزه اللي كيخدموا اللي كيراقبوا داكشي. دابا خلينا من هذا الجانب الواقعي، حيت الياس المالكي راه انا صراحه متعاطف معاه، ما نكرهش انه مثلا يطرالو شي حل، بالخصوص مع هاد الكومبيتيسيون اللي غادي يدير مع بيكي اللي تحبس ممكن يتحرم منها مثلا هو وليكيب ديالو. ولكن الياس المالكي من الناحيه الشخصيه يعني الراي ديالي فيه هو واحد الانسان يعني مبعثر، يعني ماشي انسان اللي عارف اش كيقول اكزاكتلي، ماشي انسان اللي كيوزن كلامه. الاغلبيه ديال الهضره ديالو تنمر او تخسر هضره وشاتم وسب الى اخره. وصراحه ما كيأثيرينيش، ما كنقولش انا زعما فان ديالو، ما عمري كنت فان ديالو، كاين انا كنشوفو غالبا كيأثيري الاطفال، هو كيأثر على عقول الاطفال. تجي تراقب كاع دوك الاغلبيه ديال لي كومونتير اللي تيمجدو دخلهم لي بروفيل ديالهم غتلقاهم دايرين داكشي ديال ناروتو دراغون بول في لي بروفيل ديالهم. ولا تاثروا لك الاطفال يعني راه تاثر لك واحد الجيل على قدو جاي لقدام، ممكن يكبر بواحد العقليه عوجه. والياس المالكي من الاسباب من الاسباب الكثيره، يعني بزاف ديال الناس بحالو كيرسخوا الفكره ان ديك تخسر الهضره واحد الحاجه عاديه، تنمر على الاشكال ديال الناس والاعاقات ديالهم حاجه عاديه، السب والشتم حاجه عاديه، العنصريه حاجه عاديه. صراحه هذا ما بلان ما والو. الجيل اللي طالع دابا صراحه راه يعني عنده كيولد لقى كيولد العا، والسبب في داكشي كامل هو السوشيال ميديا اللي ولات عامره بهذا العفن هذا ديال المؤثرين. لهذا الياس المالكي كيتحمل جانب من المسؤوليه. هو منين مثلا شاف باللي بيكي يهضر معاه خصو يرخي كواري شي شويه ويدير عقلو شويه وبدا يدير دي رياكشن بطريقه مزيانه، وخاصو يكون ديجا عارف بانه هو راه مراقب وكاين شي ناس ما غيحملوش
اللي غيبغيو يشدوه من شي لعبة ورفعوا به شي دعوة، وخاصو يكون ديجا عارف بأنه هو منين تحبس بسبب الاعتداء ديالو على محمد البرقادي، إذن راه هو عنده سوابق. وهاد الحاجة واحد المشكلة كبيرة في القانون. مثلا هو تحبس ب8 شهور، هاد المرة هادي غادي يعطيوه من عام للفوق، كما داروا مول الكاسكيطة كانت عنده عام، ناض هضر في فيديو عطاوه 4 سنين. ولا مثلا كتكون غير واحد الجنحة بسيطة في الواقع، مثلا انسان ارتكب جنحة ديال السرقة وعاوتاني تشد على ديك السرقة المرة الجاية إلا عطاوه 4 شهور، هاد المرة الثانية يقدروا يوصلوها له حتى ل4 سنين، حيت هو بحال مثلا كيعتبروا بما ان الحبس ما رباش، اذا غندخلوه للحبس وغادي نزيدوا في العقوبة باش يدير عقلو. هكا كيفكر القانون المغربي. المهم كنتمناو شي تاويل لإلياس المالكي، وإلا خرج هاد المرة يدير عقلو، سواء تحبس سواء ما تحبسش، المهم منين يخرج خصو يدير عقلو. وكاينين بزاف ديال المؤثرين اللي داروا عقلهم صراحة وخا ما مشاوش للحبس، من بينهم الصابري مثلا كان كيخسر الهضره بواحد الطريقه كاع معفنه ما فيها ما يتسمع، ولكن من بعد منين مشى لقطر عرف راسو ولا كيدخل شويه لانترناسيونال، بنادم عرفو صافي السيد دار عقلو. دابا تلقاه ما كيخسرش كاع الهضره نهائيا، قليل فين يخرج شي كلمه ولكن كتكون عاديه، ماشي ما عندهاش نفس التاثير ديال الكلمات الاخرين. المهم كخاتمه كنظن بان الياس المالكي قفر هاني ديال بصح، وممكن انهم يتابعوه ويحكموا عليه حتى بعامين ديال الحبس، من عام لعامين، ما عدا الا كانوا شي تدخلات هامشيه. راكم عارفين دوك التدخلات كي دايرين داكشي ديال باس والو لاباس بخير، المهم انا لاباس عليا، واش ممكن الله يرحم الوالدين، وإلا تنازلت ديك الجمعيه وخفافت ديك العقوبه. ولكن كنظن انه غالبا غادي يدوز شي مده في الحبس سواء قليله او كثيره، المهم غادي يدوزها، ونتمنى ياخذها عبره هو. نتمنى دوك المؤثرين الاخرين ياخذوا الياس المالكي عبره لمن لا يعتبر، باش حتى هما يديروا عقلهم، ما يبقاوش يطيحوا في اخطاء عشوائيه متعلقه بالسب والقذف والاهانه والعنصريه الى اخره. وشكرا.